السلام عليكم واهلا بيكم في مراجعه جديده لموبايل جديد من الفئات الاقتصاديه. والنهارده معانا موبايل مميز من ريلمي في الفئات الاقتصاديه ديت اللي هو الريلمي نوت 60. الموبايل ده غالبا هتلاقيه عندنا هنا في السوق المصري بضمان دولي. طبعا هتلاقي نسخه واحده منه اللي هي بتيجي ب 4 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا وسعرها في حدود 4800 جنيه تقريبا. طبعا الموبايل كان سعره غالي في الايام اللي فاتت، ولكن مع الوقت نزل في حدود 400 جنيه او 500 جنيه في الحدود دي. الموبايل ده بصراحه من الموبايلات المميزه جدا في الفئه ديت طبعا، ويعتبر مثلا لو احنا هنديله تقييم في كل حاجه من جوانب استخدامه، من التصميم، من الاداء، من الشاشه وما الى ذلك، ياخد 7 من 10 مع الوضع في الاعتبار طبعا انه موبايل اقتصادي. فهنتكلم بقى عن كل حاجه خاصه النهارده بالريلمي نوت 60. ولكن بقى لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندنا هنا في القناه. ويلا بينا على طول ندخل في الموضوع، واول حاجه هنتكلم عنها وهي التصميم اللي بيقدمه الموبايل. التصميم زي ما قلت لك عن كل حاجه في الموبايل هنا يعتبر مش بيقدم تصميم ثوري ولا حاجه في الفئه الاقتصاديه، ولكن في نفس الوقت هو مش تصميم سيء ابدا. خامات التصنيع اللي بيقدمها الموبايل هنا جايه من البلاستيك طبعا، والنسخه اللي معايا ديت بتيجي باللون الاسود، وعليه نقشه على ظهر الموبايل كده بتعمل انعكاسات مع الضوء بتخلي شكله جميل بصراحه. الكاميرات بتيجي في اعلى ظهر الموبايل من ناحيه الشمال كده في مستطيل يعتبر املس نوعا ما عن ظهر الموبايل، بتيجي الكاميرات في حلقات كده والبروز بتاعها يعتبر جميل. عندك من تحت بقى فتحه 3.5 مللي بالاضافه لمنفذ الشحن عن طريق تايب سي بالاضافه للسماعات الخارجيه. من قدام شكل الموبايل يعتبر تقليدي زي كل الموبايلات اللي انت هتشوفها في الفئات دي، جاي طبعا هنا بحافه سفليه تعتبر كبيره بالنسبه للفئه اللي نازل فيها، وبرده الحواف الجانبيه ما تعتبرش صغيره، ومن فوق بيجي بالووتر دروب نوتش اللي بتيجي فيها كاميرا السيلفي. وزن الموبايل كمان يعتبر خفيف، من الموبايلات اللي مش هتشتكي من وزنها ابدا، والوزن بتاعه متوزع بشكل كويس، ومن الموبايلات اللي تقدر تستخدمها في الايد بشكل مريح عادي يعني. بصمه كمان موجوده على زرار الباور هنا شغاله بشكل كويس كعاده كل البصمات اللي من النوعيه دي. بعيد بقى عن نقطة التصميم ديت، ايه اخبار الاداء والمواصفات بتاعة الموبايل؟ لان ده الجانب المهم جدا اللي هيهم الناس كتير اللي هتشتري الموبايل في الفئات السعرية دي. الموبايل هنا جاي بمعالج احنا شفناه كتير في الفئة ديت من يونيسيك تايجر اللي هو التي 612 12 نانومتر، بالاضافة زي ما قلت لك النسخة غالبا اللي هتلاقيها عندنا هنا في مصر تيجي ب 4 جيجا رام وذاكرة داخلية 128 جيجا، والموبايل كمان بيتوفر منه نسخة بتيجي ب 6 جيجا رام. المعالج ده زي ما قلت احنا جربناه قبل كده على موبايلات كتير في الفئة ديت، واقدر اقول لك ان في وجود السوفت وير الخفيف والمستقر جدا اللي بتقدمه ريلمي على موبايلاتها، في وجود الاربعه او حتى لو حصل واشتريت النسخه اللي بتيجي ب 6 جيجا رام وكمان مع الريفريش ريت 90 هرتز اللي بتقدمه شاشه الموبايل، فهيديك تجربه زي ما قلت لك تعتبر معقوله جدا جدا بالنسبه للاستخدامات اليوميه. هتقدر تعمل مكالماتك، تتفرج على اليوتيوب، تتصفح الموبايل من وقت للتاني، تفتح مواقع التواصل الاجتماعي. الموبايل في الشق ده هيعمله لك بشكل كويس جدا ومش هتواجه معاه اي مشكله. صحيح طبعا انت لو هتفتح عليه تطبيقات كتير جدا وهتبدا تضغط عليه في الشغل هيبدا الاداء بتاعه يقل مع الوقت، ولكن دي طبعا حاجه تعتبر متوقعه. وهتاخد برضو معاه نفس الكلام اللي اتكلمنا فيه عن الاداء في الاستخدام اليومي، تجربه تعتبر معقوله جدا بالنسبه لاستخدامه في الالعاب. طبعا ما تتوقعش اداء استثنائي يعني مع المعالج دوت في الالعاب، ولكن زي ما قلت لك الفلوس اللي انت هتدفعها في الموبايل هنا هتاخد قصادها اداء يعتبر معقول جدا بالنسبه للاداء اليومي وكمان في الالعاب. طيب الحاجة التانية بقى وهي حاجة من الحاجات المميزة من خلال تجربتي لها هنا، وهي الشاشة اللي بقدمها الريلمي نوت 60. الموبايل هنا جاي بشاشة من نوعية اي بي اس ال سي دي، حجمها اكبر شوية من 6.7 بوصة بدقة اتش دي بلس، وزي ما قلت لك انها بتدعم ريفريش ريت لحد 90 هرتز. خلينا الاول نتكلم على السطوع اللي هتاخده من الشاشة هنا اثناء استخدامك ليها في فترات النهار وتحت اشعة الشمس. بصراحة الشاشة كانت من الحاجات اللي عجبتني جدا، والسطوع بتاعها يعتبر جيد الى حد كبير بالنسبة لاستخدامها في ضوء النهار وتحت اشعة الشمس. ما تعتبرش افضل حاجه طبعا لانه في النهايه موبايل اقتصادي، ولكن اللي انا اقدر اقول لك عليه ان انت من حين للتاني كده لو حابب تستخدم الشاشه في ضوء النهار وتحت اشعه الشمس، الشاشه هتكون شغاله معاك بشكل كويس جدا. النقطة الثانية المتعلقة بالشاشة وهي حجمها العملاق هنا، زي ما قلت لك هي أكبر شوية من 6.7 بوصة، وبالرغم إن دقتها تعتبر أقل من فول اتش دي إلا إنك هتاخد معاها تجربة تعتبر جيدة جدا بالنسبة للناس اللي بتحب تتفرج بقى على الأفلام واليوتيوب ونتفليكس والحاجات اللي بالشكل ده كده، فأنت هتاخد معاها برضو تجربة تعتبر مرضية بنسبة كبيرة جدا. الحاجة اللي بعد كده واللي تجربتها والله تعتبر جميلة نوعا ما برضو، وهي الكاميرات اللي بقدمها الريلمي نوت 60. موبايل طبعا اعتبره جاي بكاميرتين بس
الكاميرا الرئيسيه اللي جايه بدقه 32 ميجا بكسل، بالاضافه كمان للكاميرا الاماميه اللي جايه بدقه 5 ميجا بكسل. نتائج الصور اللي هتاخدها من كاميرات الموبايل هنا والله زي ما قلت لك تعتبر جميله، وفي موبايلات بتيجي في فئات سعريه اغلى منها بتطلع نتائج زي ديت ويمكن اقل كمان. الكاميرا الرئيسيه النتائج اللي هتطلع منها زي ما انت شايف كده بتحاول نوعا ما ان هي تظبط الديناميك رينج الكاميرا هنا على قد ما تقدر بمساعده السوفت وير طبعا، وهتلاقي في الصور فيها تفاصيل كتير، وطول ما انت بتصور في اضاءات كويسه هتاخد منها نتائج ممتازه. ونفس الكلام هنا برضو تقدر تقوله على كاميرا الموبايل الاماميه اللي جايه بدقه 5 ميجا بكسل. هنا نتائج الصور بتاعتها من وجهه نظري تعتبر معقوله جدا. العزل فيها كمان شغال هنا عن طريق السوفت وير ولكن شغال بشكل كويس. وبشكل عام الكاميرات على الموبايل سواء الكاميرا الرئيسيه او الكاميرا الاماميه من الحاجات اللي هتعجبك، وزي ما قلت لك برضو هتلاقي فيها قيمه الفلوس اللي انت هتدفعها فيه. بطاريه الريلمي نوت 60 كمان هنا من الحاجات المميزه فيه، هي جايه بقوه 5000 ملي امبير وبتدعم شاحن لحد 10 واط بس، ودي تعتبر هي نقطه التنازل الكبيره الموجوده في الموبايل من وجهه نظري، لان في موبايلات تانية بتيجي في نفس الفئه ديت على الاقل بتيجي بشاحن 18 واط. المهم الشاحن ده هيشحن لك البطاريه من 0 ل 100% في حدود ساعتين ونص 3 ساعات الا ربع، وده رقم كبير يعتبر بصراحه. بعيد عن كده بقى اداء البطاريه يعتبر من الحاجات اللي عجبتني عليه، زيها زي كل الموبايلات اللي بتنزل في الفئه ديت. يعني لو انت استخدامك كبير هتضطر تشحنها في نهايه اليوم، لو استخدامك زي كده متوسط الى فوق المتوسط هتكفي معاك اليوم. بعيد بقى عن كده الجانب العملي اللي هتاخده هنا من الريلمي نوت 60، ودي عاده موبايلات ريلمي بصراحه في كل فئاتها، هتاخد هنا من الموبايل حاجه عمليه جدا في استخداماتك اليوميه، في المكالمات، في الشبكات، شبكه الاتصال وشبكه الواي فاي والمكالمات وما الى ذلك. بصراحه الموبايل هنا عملها معايا بشكل كويس جدا. ونفس الكلام هنا بالنسبه للسماعات، سواء سماعه المكالمات صوتها يعتبر جميل، وسماعه الموبايل الرئيسيه برضو الصوت اللي طالع منها يعتبر يفي بالغرض بنسبه كبيره جدا. اخيرا بقى سعر الموبايل والحكم عليه وهل انصح بشرائه ولا لا. احنا في نهايه شهر اكتوبر والموبايل انا شاريه ب 4850 للنسخه الوحيده اللي غالبا هتلاقيها موجوده، بتيجي ب 4 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا، وزي ما قلت لك الموبايل ده موجود عندنا هنا في السوق المصري بضمان دولي. كقيمه مقابل السعر ونظرا لارتفاع الاسعار طبعا اللي احنا شايفينه في السوق المصري، جنون في الاسعار طبعا، وبالنسبه لتجربه الاستخدام اللي انا خدتها منه في الفتره اللي فاتت وانه كان مستقر بنسبه كبيره، فهو كقيمه مقابل السعر يعتبر واحد من الموبايلات الجميله اللي انا جربتها في الفتره الاخيره. ولو انت بتدور على موبايل عملي تكون مشاكله قليله، فالموبايل ده هيكون مناسب جدا بالنسبه لك. وبس كده، اتمنى اكون اتكلمت بقى عن كل حاجه خاصه بالموبايل اللي معانا النهارده. فما تنساش بقى تعمل لنا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على يوتيوب. واشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله.